السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فيكم بيسهر ويفكر ما بينامش وبيطبق ويراجع نفسه 100 مرة ويحاسب نفسه ويعيد حساباته ويرتب أفكاره؟ ده انت كده كويس، بس اعمل يعني اللي في دماغك حققه على أرض الواقع. بس برضو سيب جزء على ربنا، جزء كبير جدا، وتوكل على ربنا واقتنع كده من جواك انك كل ما تتعب ربنا يكافئك، ان اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. ولو انت من الناس اللي هي ما بتفكرش خالص وبتبص دايما تحت رجليها وبتخاف وبيفضل دايما حاطط نفسه في السيف زون، لا اخرج، ما تخافش، جرب، دي حياتك. افشل وانجح، وانجح وافشل وانجح تاني وجرب تاني وقع وقوم. صدقني لما بترجع تاني لنفس الخطوة ما بتكونش زي أول مرة، بتكون خدت الاكسبيرينس، بقيت أجرأ، شجاع، ما بتخافش وفاهم تتصرف ازاي في كل موقف بيقابلك. فالمكسب مش فلوس بس، المكسب خبرة، شجاعة، عزيمة، أشخاص، نفسك، وأهم حاجة إنك تكسب نفسك. أهم حاجة كرامتك، تعامل إنك حد سبيشال، خليك ذوق وحد محترم وراقي، بس ما تسيبش حقك. اوعى تكرر غلطتك بنفس الطريقة، نفس الأريحية كل مرة. اتعلم، ما تسلمش للي لدعك قبل كده، ما تأمنش لحد غدر بيك وفرط في سرك وقطع في فروتك. جو اون، خليك دايما عامل زي القطر، قوي، دايما بتقابل اي حاجة بضحكة وابتسامة. لازم الناس تشوفك قوي في عز ما انت مكسور وواقع، بتكون واقف ورافع راسك عشان عارف انك انت ما قصرتش، وان مش انا الشخص الضعيف اللي هتكسر وعيط. ثقف نفسك، اتعلم، طور من نفسك دايما. خليك هادي وبالك طويل مش بارد. كل ما بتطول بالك وبتسمع للآخر وبتفهم المعنى والحكمة ما بتقعش في غلط، دايما بتتصرف صح وبتتعلم. قالوا انك مش هتقدر وانك مش هتكمل، ما لازم ان انت ما تقدرش ولا تكمل وسط كل الافكار السلبية اللي حواليك والاحباطات، ما لازم ما تكملش. انت بقى تسمع؟ لا ما تسمعش هنا بقى، ما تسمعش، اقفل ودنك، اقفل ودنك مع اي طاقة سلبية تحبطك. تاخد الكلام تحدي وكمل، انما تقف لا، ما تعطلش. يا ابني الفكرة مش في الفلوس، الفكرة فيك انت جواك. لو عايز تعمل اي حاجة هتعملها وتحققها، انت راجل، انت عندك مبدأ، انت عندك مبدأ الشقة اللي انا هموت عشان شغلي، عشان اكل عيشي، عشان انجح. وفكك من كلام اي حد، اتعب بس وانت هتلاقي. والمهم تصلي على النبي دايما وربنا